السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين ومتابعين قناة يوميات زوجة بس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى اكلتنا اكلة بسيطة وسهلة وجميلة وسريعة وفي نفس الوقت مش مكلفة نهائي. عندك بقى يا قمر انت وهي كبد وقوانص كده في الفريزر ومحتارة تعملي بيهم ايه؟ يلا بقى تعالي بما اقولك هتعملي بيهم احلى اكلة، وفي نفس الوقت اولادك هيتبسطوا بيها، وكمان هتكون واو حاجة فاخر من الاخر زي ما عودناكم معانا. كل جديد وحصري مع مرودي. الاكله بتاعتنا دي عباره عن ايه؟ يلا بقى ندخل ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا هنا طماطم، حوالي كده كيلو من الطماطم. انا بصوا انا سلقتها شويه كده وقمت ضربها في الخلاط وصفيتها. انت بقى يعني اعملي شوب طماطم عادي، عصير طماطم يعني مش مشكله يعني. تمام. ومعايا هنا الكبد لوحدها كده والقوانص لوحدها. طبعا بقى طريقه الغسيل يعني ما اقولكوش، كل واحده بقى وطريقه غسيلها بقى في الحاجات دي يعني لازم. انا عن نفسي نقعتها في خل وليمون وحطيت عليها شويه جنزبيل، ويعني ما اقولكوش بقى يعني النظافه بقى يعني كل واحده زي ما قلت لكم يعني حره في في نظافتها يعني. حطيت عليها شويه كمون. دي القوانص الاول كده قطعتها لوحدها. وحطيت عليها الكمون وحطيت عليها بهارات مشكله وفلفل اسود وحطيت عليها الملح. تمام. وجبت معلقه من الثوم المهروس فريش وطازه. وقمت حطاها كده بالطريقه دي وهقلبها واركنها على جنب. وحطيت لها معلقه صويا صوص. التتبيله دي وسبتها على ركنتها كده على جنب زي ما قلت لكم. جيت بقى للكبده دي الكبايد دي. وقمت برضو جايه نفس التتبيله بالظبط ونفس المقادير والمكونات، فلفل اسود كمون وتوم وملح. وكمان شويه عندك دبس رمان حطيهم، عندك صويا صوص حطيهم. وتبلت الاتنين وركنتهم كده لغايه ما هنشوف هنعمل ايه في بقيه المكونات بتاعتنا القمر دي. معاكي بقى هنا 3 4 بصلات، بس انا يعني استكفيت بثلاث بصلات بس. وقرنين كده شطه. بحب الحاجات الشطه الحاميه، بس على فكره الشطه دي ما كانتش حاميه كده، خانتني الشطه دي خانتني وما كانتش حاميه يعني. ما علينا يعني انا حطيت لها شويه بهارات شطه من عندي مطحونه. يعني يعني ايه، عملت التحابيش كده من عندي انا بقى. انا هنا عملت التانية بقى وبعرفكم يعني ان انا هنا عملت التانية اللي هي الكبدة زي ما انا قلت لكم زي القوانص بالظبط، والاتنين اتبلوا وسبتهم كده على جنب. هبتدي بقى هنا عندك حلة على النار وفيها شوية زيت، هنزل عليها بالبصل والشطة اللي انا عملته. هياخدوا كده تشويحتين او تقليبتين، او لما لونهم يصفروا بعد كده هضيف عليهم القوانص. هضيف القوانص الاول لان طبعا القوانص بتاخد وقت كتير، وفي نفس الوقت بتاخد سوا. يعني بتاخد سوا وبتاخد وقت وكمان ما هي زي الكبده لو انا حطيتها هتتهري. وانا كمان اساسا مش هحط فيها كبده دلوقتي. إيه امال هتحطها امتى يا موردين؟ ثواني بس ثواني اهدوا عليا بس هقول لكم انا هحطها امتى دلوقتي. انا كده بعد ما البصله معايا اصفرت او شوحتها كده واصفرت معايا شويه، هبتدي انزل عليهم بالقوانص بتاعتي. والله العظيم هي كده واو كانت تتاكل طريه كده، بس طبعا احنا مش هناكلها طريه يعني. ريحتها كانت جميله والكمون عامل فيها عمايله يا جماعه. هضيفها انا كده بقى على البصل بتاعي والشطه اللي انا عملتها دي. هقلبها تقلبتين كده واسيب القانون ياخد مجراه يا جماعه. هتاخد وقتها بقى براحتها بقى وما تستعجليش، هدي عليها النار وسيبها كده تستوي كده بالبخار بتاعها شويه. وبعد ما تستوي بالبخار بتاعها شويه هتقوم ضايفه عليها العصير الطماطم اللي احنا عملناه. وهتحطي مع عصير الطماطم ده تظبطي بقى الحدق بتاعك بقى اللي هو اللي تملحيها بقى الحدق بتاعك اللي انت عايزاه. انا ضفت لها شويه قرفه وضفت لها شويه كمون تاني، بس بعد الطماطم يعني محطت بعد عصير الطماطم. وكمان ضفت لها شويه ملح يعني ظبطي الاكل بتاعك والحدق بتاعك على حسب الرغبه بتاعتك انت. إيه، انا بقى احط هنا العصير الطماطم واسيبها بقى زي ما قلت لكم كده القانون ياخد مجراه تمام. هتسيبها بقى على بال ما تسيبها كده وتشوفها بالشكل ده تدخل في حوالي 3 ارباع سوا. يعني انا مش عايزاها تتهري قوي، وفي نفس الوقت مش عايزاها تبقى وانت بتاكلها كده بتشد معاك. تمام. 3 ارباع سوا وقمت حاطه عليها المكرونه.
ايه ده يا مردان انت ما سلقتيش المكرونه؟ اه ودي مش مبكبكه يا جماعه، عشان ما فيش واحده تقول لي انت ما تقولي ان هي مبكبكه وخلاص. لا دي مش مبكبكه، المبكبكه بتبقى كلها سايله كده في بعضها كده، سايحه كده وفيها حاجات كتيره يعني. المهم انا بقى هنا شويه زيت على النار، وقمت ضايفه الكبد بتاعتي، اخدت نصها حطيتها هنا على المكرونه، والنص التاني خليته كده للتجميل. شايفين بقى الاكله بتاعتي جميله وبسيطه وسهله ازاي؟ بجد والله العظيم كانت اكله بسيطه وسهله وحاجه كده، يعني واو فاخر من الاخر زي ما قلنا لكم. شايفين ان يا دوبك طلعتها كده وغرفتها، والبخار بقى ما شاء الله ما شاء الله. ويا منى تاخذني في الكاميرا، ما ترديش اللي انا عملته فيك. لايك وشير ليوميات زوجة بسيطة. باي باي.